هو أساسا إنسان مرهف الحس. أنا أتصوره آخر إنسان يمكن أن يحمل سلاح. كنت أود لقاء هذا الرجل لأرى أين هذا العملاق الذي فسر القرآن تفسيرا كأنه يتنزل عليه من السماء. فراجل زي ده يتهم بأنه بيكفر مليار مسلم. سيد قطب لم يكن انعزاليا، لم يكن تكفيريا. قبل أكثر من قرن من الزمان شهد صعيد مصر ميلاد عملاق الأدب الفكر الإسلامي، وبالتحديد في يوم 9 من أكتوبر عام 1906 ولد في إحدى قرى محافظة أسيوط سيد قطب إبراهيم الشاذلي. ولد لأبوين متوسطي الحال يحملان سمات أهل الصعيد من سمرة في البشرة، وقسمات وجوههم تعكس بعض ما جبلت عليه فطرتهم من غيرة وحمية وكرامة وشموخ وطيب متأصل في أعماق نفوسهم، فضلا عن العاطفة الجياشة الفياضة التي تربطهم بهذا الدين، وهو ما ورثه قطب عن أسرته وبدا واضحا في كتاباته التي أثرت الفكر الإسلامي. أستاذ سيد قطب نشأ لا شك في مصر، وكما نعلم ما كان له اتصال بالإخوان، وكان بيحضر صالون العقاد. أتم سيد قطب تعليمه الأساسي في قريته، ثم التحق بكلية دار العلوم بالقاهرة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة من دار العلوم في عام 1932، وعمل مدرسا لمدة 6 سنوات، ثم شغل عدة وظائف في وزارة المعارف إلى أن قدم استقالته من الوزارة نظرا لبعض الخلافات مع رجالها لعدم تبنيهم أفكاره ذات الميول الإسلامية. حصل قطب على بعثة للولايات المتحدة في العام 48 لدراسة التربية وأصول المناهج. سافر إلى أمريكا، وهناك تأثر كما تأثر غيره بالحضارة الغربية وما شاهده من تقدم علمي. لما سافر أمريكا سنة 47 أو زي ما حضرتك قلت سنة 46 شاف كان عنده البوادر الإسلامية، وكان ابتدى يكتب بعض الإسلاميات زي العدالة الاجتماعية في الإسلام وزي معركة الإسلام والرأسمالية. لكن لما راح أمريكا وشاف اللي هو الفساد الموجود في أمريكا والوضع الرأسمالي المتغول من مجتمع في ظاهره يجذب الإنسان إليه، ولكن في باطنه العذاب الشديد، فأدرك أن أمريكا دي حضارة في طريقها إلى البوار، وعمل ملازم سماها أمريكا الذي رأيت. وفي عام 1951 بدأ يكتب عن الحياة في أمريكا، وشهد العام نفسه بداية الميلاد الثاني للرجل، حيث تعرف على جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسها الإمام الشهيد حسن البنا، إذ أنه حين اغتيال الإمام البنا سادت مظاهر الفرحة والابتهاج أرجاء الولايات المتحدة،
كان لاغتيال البنا الأثر الكبير في نفسية سيد قطب الذي عزم على الالتحاق لصفوف هذه الحركة عند العودة إلى مصر. لما قتل أو استشهد الإمام الشهيد حسن البنا في فبراير 49 كان هو في أمريكا، فشاف ضجة كبيرة جدا في المجتمع الثقافي الأمريكي، وحفلات وأنخاب ومحاضرات وندوات عن مقتل حسن البنا. فهو كرجل صاحب فكر وصاحب بصيرة أدرك إن دي حاجة غير عادية. عاد قطب إلى مصر، وبعد عودته توطدت علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، وساهم في تشكيل الجمعية التأسيسية للصحافة. انضم للجماعة في سنة 51 على ما أظن، والأستاذ الهضيبي ائتمنوا على قسم نشر الدعوة. ثم بعد ذلك أسندت إليه رئاسة تحرير جريدة الإخوان المسلمين التي كانت تصدر أسبوعية كل يوم خميس. كان قطب المدني الوحيد الذي يحضر اجتماعات مجلس قيادات الثورة التي قام بها الضباط الأحرار، ولكنه سرعان ما اختلف معهم وقرر الانفصال عنهم. كانت نفس لا تقبل التلون، حيث كان الصدق صفة عميقة في نفسه وعنوانا لتعامله ونبضا لكلماته وعباراته. الرئيس جمال عبد الناصر، أريد أن أقول لكم. وفي عام 1954 حدثت مسرحية الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية أثناء الاحتفال بعيد الثورة. وأنادي بالكرامة لأول مرة في حياتي. امسك اللي ضرب ده. على إثر ذلك قامت الثورة بالقبض على الآلاف من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، منهم سيد قطب. حكم عليه ب15 عاما عانى خلالها هو وإخوانه شتى أنواع التعذيب الذي لا يمكن وصفه. ذهبنا إلى بيت الحاج أحمد جاد الذي تعرض للتعذيب في سجون عبد الناصر ليحكي لنا بعضا مما لاقاه. التعذيب والتضييق والتحقيقات التي لا توصف مطلقا، يعني لا يمكن حد، يعني انت لو سمعت على اللي كان بيحصل ما تصدقش. ايه اللي كان بيحصل؟ اللي كان بيحصل ان كان الانسان يتضرب لغاية ما يغمى عليه. أنا لما يعني سكنوني في زنزانة بتاعت واحد اسمه يوسف القرش. يوسف القرش ده هو كان أساس كشف الموضوع. الأمن والشرطة العسكرية كانت بتضرب، يعني عايزة أي حاجة، عايزة أي كلام يدين الإخوان. فلما ضربوا بعدين لقوا ان في تنظيم ضعيف جدا، يعني ما كانش يعني تنظيم بالخطوره اللي هي تستحق اللي حصل في 65. ف بس يعني ايه، فحكى لي بقى يوسف القرش، قال لي انا 13 يوم يضربوا فيا وانا يشيلوني على النقاله ويضربوا فيا لغايه ما انا اتكلم فيه هذيان، يعني يتكلم كلام هذيان، ياخدوا الكلام ده ويسجلوه ويقولوا ان ده ايه اللي بتاع ده، وبعدين يضمدوا الجراح ويلبسوا الناس لبس كويس ويجيبوا النيابه العسكريه، النيابه بتاعت امن الدوله تاخد الكلام منهم بعد ايه، بعد ما الشرطه العسكريه تاخد معاهم التحقيقات والضرب، لدرجه ان اكثر الناس اتكلمت كلام ليس هو الحقيقه.
انا هحكي لك واقعه ومصطفى امين ذكرها في عموده، ده هو فكره. كان شمس بدران بيحقق معاه، فهو ما رضيش يعترف. هم خافوا ان يكون في معاه بقى من الحرق، لانه كان من البودي جارد لجمال عبد الناصر. الراجل ده فضل شمس بدران يعذب فيه لغايه ما خلاص يعني مش نافع فيه حاجه. فقال لي صفوت الروبي افضى الى ما قدم هو راخر. فشمس بدران قال له خلص عليه. صفوت الروبي مسك راسه زي ما تمسك بطيخه، وفضل يضربها في رخام الفسقيه اللي موجوده في الجنينه اللي بيحقق قدامها لغايه ما راسه اتفلقت نص. وكانوا يتعذبوا، ينزلوهم من السلم، من السلم سلم بتاع كذا متر، ينزلوهم يعني متكعبرين زي الكوره نازله. وبعدين يؤتى به ثم يعلق ويعذب عذابا شديدا، يسب له دين الله ويسب له ذات الله عز وجل. في المحمصه والتعذيب والعروسه والمحرقه والفسقيه، قصص مشهوره في السجن الحربي. وكانوا ينفخوهم، وكانوا يحطوا من ورا كهرباء. جماعة الإخوان المسلمين تصبح في سجون جمال عبد الناصر من حلفاء الأمس الذين أيدتهم جماعة الإخوان المسلمين. اللي كان بيروح المحكمة كان يتعذب قبلها، وبعد لو هو غير كلمة في المحكمة يتعذب تاني لما يجي. فأنا شفت بعيني البير اللي هو كان في السجن الكبير ده، البير ده يعني اللي واحد لو يقف فيه، اللي زي حالاتي يقف فيه يشب عشان ياخد الهواء. فكانوا يضربوه بالدبشك بالكوريك بالبتاع ده، يوم ينزل عايز ياخد هواء، يجي ياخد هواء وياخد نفس، يجوا ضاربينه تاني لغايه ما يتعدم خالص. وفي ناس ماتت بالطريقه دي. لما الانسان يتعذب وبعد 50 سنه اثار التعذيب ترك اثرها في جسمه. وكان لما حد يموت يقولوا ايه، يندهوا عليه في السجن يندهوا عليه في السجن، فلان الفلاني يعني ايه، فلان الفلاني ده هرب. وبعدين يكتبوا قصاد منه انه هارب منين؟ ده في 4 جدران والعساكر كده اهوت، والسجن في البوابه يعني فين ده؟ وبعدين السجن ده في وسط معسكر، يعني يهرب ازاي؟ لا يا رمز بيه، محمود ما هربش، محمود اندبح من تعذيبكم ليه. هو ده اللي حصل، وكلنا هنشهد بكده، وانا اولهم. اخرس كرباكم، ترفع صوتك على سيادك يا ست. في مايو عام 1967 تدخل الرئيس العراقي عبد السلام عارف للإفراج عنه. بعدها بعدة أشهر، وبالتحديد فجر الاثنين 9 أغسطس عام 1965، تم اعتقاله مرة أخرى، وصدر الحكم بإعدام 6 من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم سيد قطب. سأله أحد إخوانه: لماذا كنت صريحا في المحكمة التي تملك رقبتك؟ قال: لأن التورية لا تجوز في العقيدة، وليس للقائد أن يأخذ بالرخص. حيث اعتقل بعد ذلك في شهر 8 في أوائل 8 1965، ونسب إليه تنظيم سري مسلح كالعادة. سيد قطب بقى لما احنا اعتقلنا كان هو في مكان واحنا كنا في مكان، لأن هو يعني كان نظام السجن أولا المرضى، وكان الأستاذ سيد كان من ضمن المرضى ولهم مكان في المستشفى وحاجة زي كده، يعني زنزانة عاملينها مستشفى حاجة زي كده. وكان مصابا كان عنده من العمر 60 عاما، كان مصابا بالصبر
وكان برئة واحدة، ولم يمض على خروجه من السجن إلا 2 وأعيد القبض عليه مرة أخرى. شهيد الإسلام سيد قطب، الرجل الذي كان يعيش برئة واحدة. وأظن أنهم أفرجوا عنه في سنة 64 لكي يتمكنوا بعد ذلك من إعدامه تنفيذا للمخططات بعد ذلك. فبعد رد الأستاذ سيد قطب على صفوة الروبي ورفضه لكتابة كلمة تأييد لعبد الناصر، فصفوة الروبي أحب أن يترك له المجال مع السيدة حميدة لعلها تؤثر عليه. وكان كلام حتى الأستاذ سيد قطب قال لها إيه؟ قال لها والله لو كان هذا الكلام كلام صحيح أننا على الباطل وأن الثورة على الحق، عبد الناصر على الحق، لما منعتني قوة على وجه الأرض أن أكتب هذا الكلام. أنا شفت له رؤية عجيبة جدا الله يرحمه. هو حكم عليه في 21 أغسطس 66 والتواريخ هنا طبعا حية في ذهني، ونفذ الحكم في 27 أغسطس 66. يعني خد فرق الحكم ما بين صدور الحكم بين تنفيذه 6 أيام بالظبط. ففي ال6 أيام دول أنا شفت رؤية عجيبة جدا. شفت إن هو خارج من السجن الحربي، والسجن الحربي كان قدامه ساحة واسعة جدا تشيل مليون ونص حاجة زي كده. الساحة دي مليانة بشر، وهو خارج من البوابة السوداء بتاعة السجن الحربي، ولعلكم قرأتوا عنها أو في حتى كتاب اسمه البوابة السوداء. خارج من هذه البوابة السوداء والناس دي كلها 1.5 مليون دول واقفين بيشهدوا هذا الموقف، وهو خارج سمعت صوت يردد: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون. الرجل دفع حياته ثمنا لما كتب، دفع حياته ثمنا لمواقفه. هو من كان ناقدا أدبيا ذو شأن لدى النخبة الحاكمة، وكان يمكن أن يكون ذو شأن داخل رجال ثورة 23 يونيو، ولكن إذا وافقهم على ما أرادوا كان يمكن أن يكون ذو شأن كبير. يعني كان قاب قوسين أو أدنى من أن يكون وزيرا، ثم دخل السجن لأنه أصر على الالتزام بمشروعه، وكان مقربا من الجميع بما فيهم جمال عبد الناصر، وكان مكتبه في مجلس قيادة الثورة قريب من مكتب جمال عبد الناصر. يعني لك أن تتخيل من دفع ثمنا للدفاع عن فكرته وقضيته. وخلد منه الزعيم الراحل أن يكتب كلمة واحدة ويخفف عنه حكم الإعدام، يكتب إنني كنت عميلا لأمريكا، وينشر هذا الكلام في الصحف وبتوقيع سيد قطب. هو قال الحمد لله الذي أكرمنا بهذه الشهادة، وتوعدوا إن اللي يقبل منهم عند الله يشفع في الآخرين. وقال يعني إيه المرة دي جمال عبد الناصر هيبوء بذنب الإخوان كاملا. سنة 54 كان بيتعلل بأن مش هو صاحب الكلمة الأخيرة، وإن فلان وفلان هم اللي أصروا على الإعدام. النهاردة هيبوء بالذنب كاملا. الشيخ بيقول للشهيد سيد قطب: قل لا إله إلا الله. فقال له: من أجلها أقتل، أنا أقولها دعوة إلى الله عز وجل، حركة، عملا، أما أنت فتقولها وظيفة. عندما سمع قطب الحكم عليه بالإعدام قال: الحمد لله، لقد عملت 15 عاما لنيل الشهادة. ويوم تنفيذ الإعدام وبعد أن وضع على كرسي المشنقة، يقول عبد الله عزام أنهم عرضوا عليه أن يعتذر عن دعوته لتطبيق الشريعة ويتم إصدار العفو عنه، فقال: لن أعتذر عن العمل مع الله. ثم قال: إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا يقر به حكم طاغية. فقالوا له: إن لم تعتذر فاطلب الرحمة من الرئيس. فقال: لماذا أسترحم؟ إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضي حكم الحق، وإن كنت محكوما بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. الفترات التي قضاها قطب في السجون
ظهرت كتاباته التي كانت بمثابة إضافة كبيرة للفكر الإسلامي، منها في ظلال القرآن ومعالم على الطريق، والتي ما زالت تؤثر حتى هذه اللحظة في الفكر الإسلامي المعاصر. سيد قطب لم يسمي كتابه تفسير القرآن، إنما تكلم في ظلال القرآن. هو في البداية تعبيرات كلها أدبية وفكرية، كل من قرأه باعتباره علم في الدين أخطأ. طيب كل التعبيرات الفكرية التي يكتبها أديب هي تعبيرات مجازية. كتاب الظلال من أوله لآخره سيد قطب لما كان بيقول حكم بيقول روى الإمام فلان أو قال فلان أو قال فلان. الظلال ليس كتاب فقه، ده هو كتاب تفسير وسجل خواطر إيمانية عنده. وفي ظلال القرآن شيء وأحكام القرآن شيء آخر. هو لم يتعرض إلى أحكام إلا من ثنايا الكتابات إذا احتاج إليها مستشهدا في موقف من المواقف. الشيخ سيد قطب كتب كتابات أدبية ولا طلع كتاب أحكام؟ كتابات أدبية، يبقى يقرأ الكتاب على إنه أدب. بتقرأ على إنه فقه ليه؟ لأنه كأديب حلو العبارة، له خيال واسع في الكتابة. هذه هي عادة الأديب غالبا، والأديب حينما يكتب كلامه يكون حمالا لأوجه. سيد قطب لم يكن فقيها ولم يكتب كتابة فقهية إطلاقا، ولم يكن عالما من علماء الدين، ولم يكن من علماء أصول الدين، ولم يكتب كتابة مقبولة علميا في المجال الديني. هو كتب كتابة أدبية وفكرية. كتب الأستاذ سيد قطب كتبا كثيرة، منها معركة الإسلام والرأسمالية، منها المستقبل لهذا الدين، وكتابه الهام خصائص التصور الإسلامي في القرآن الكريم، وضع أسس خصائص التصور بدءا من إرسائه على قاعدة الألوهية. وأنت تقرأ في ظلال القرآن تجد أن سيد قطب لا يتعرض إلى أحكام، وإنما يتعرض إلى معاني ومفاهيم. لم يتطرق بعد ذلك للأحكام الفقهية المتعركة، هل هو كفر جحود أو كفر نسيان أو كفر دون كفر. لم يزعم الأستاذ الفاضل الكريم لنفسه فقها، ولم يتحدث في الجانب الفقهي أبدا إطلاقا، إنما من هذا المنطلق. وبالتالي هو لم يستخدم أداة الفقه من قريب أو بعيد، ولم يصدر أحكاما فقهية أو فتاوى فقهية من قريب أو بعيد، ولم يزعم لنفسه أنه أصدر فتاوى أو أحكام فقهية. سيد قطب كان مفكرا وفنانا وأديبا، لكن أسلوب الداعي غير أسلوب الأديب، أسلوب الفقيه غير أسلوب الأديب، فلا يحمل الرجل ما لم يقل. كان في عبارات تحتمل، خلاص يبقى اسمها عبارات تحتمل. والمفكر والفنان والأديب بداخله قلق إنساني وطوق إلى الكمال الفكري والنضج الفكري المتكامل. إذا أراد أحد أن يفسر ما كتبه سيد قطب باعتبارها تعبيرات مجازية سوف يصل إلى كثير مما وصل له. كثير من الناس يتعاملون مع فكر الشهيد سيد قطب بعيدا عن سياق الزمان والمكان والظروف القاسية التي عاشها الشهيد وإخوانه في السجون المصرية، وهو ما كان له تأثير بالغ في الموقف الذي يتخذه سواء مع هذه أو ضد هذه. برز فكر الشهيد سيد قطب في خضم الصراعات الفكرية، وفي ظل صعود الاشتراكية والفكر القومي، وفي ظل التعذيب الشديد الذي كان يلاقيه الإسلاميون في سجون عبد الناصر، مما دعا عددا قليلا منهم إلى سوء تأويل أفكار الشهيد. فهم النظم الديكتاتورية وطواغيت الأرض هم اللي دفعوا الناس إنهم بحسن نية وبضيق من الأوضاع يكفروه، لأنه لا يمكن أن يكون هناك مسلما يعذب مسلما آخر، فلا بد إذن أن يكون كافرا. في سنة 54
ناس اتعذبت برضه. ودي كانت هذه الفئة اللي هي اتعذبت 54 كانت برضه لما قابلوا لما بقوا يتنقلوا من سجن لسجن كانوا في ناس منهم برضه مش كلهم، ناس منهم كانوا يقولوا ان دي دولة كافرة. واحد بيتعذب بقاله 3 سنين وحسب معلوماته ان اللي بيعمله عبد الناصر ده ما عملوش ابو جهل. لما شاب يشوف منظر ايه ده يقول لك دول ناس كفره، ما تعذروش. انا بقول لك تفكيره مشوش لكن ما تعذروش. لكنه لم يحدث لكل من تأثروا بفكر سيد قطب أن قال منهم أحد بتكفير عامة المسلمين، مما يدل أنه هذا لم يكن أصلا من أصول سيد قطب حتى من القريبين منه، عدا القلة التي فصلت من الجماعة. الذي ينسب التكفير إلى سيد قطب أنا أقول له عليك أن تراجع نفسك، لأنه صرح بأنه لا يكفر. فإن كنت أنت فهمت من فوجب عليك أن تقول أن الأستاذ سيد قال كلاما يفهم منه التكفير. أما أن تنسب الكفر إن سيد قطب يقول أن المجتمع كافر بعدما تعلم بيقين وتتواتر الشهادات على هذا، أنا أحسب أن هؤلاء الذين يقولون بهذا عليهم أن يراجعوا أنفسهم. أنا لا أعتقد أن سيد قطب كان مسؤولا عن بذرة التكفير في تاريخ الحركات الإسلامية. وحينما ينسبون إليه التكفير ما كفر أحدا، بل إنه كان بشهادة الذين عصروه في السجن كان يصلي خلف المذنبين المحكوم عليهم بالمؤبد في قضايا القتل أو المخدرات، حينما كانوا يتوبون إلى الله ويصلح حالهم كانوا يصلي خلفهم. كان المسجونون الجنائيون يحبونه يتعاملون معه وهو يتعامل معهم، ولا شيء من هذا أبدا. فهؤلاء الذين يتخلصون عنه لم يعيشوه، وكانوا أطفالا حينما كان موجودا، ولم يكونوا أصلا في الجماعة، ولم يتتلمذوا ولم يقرأوا ولم يفهموا، إنما هي مسألة تصيد وتربص. أما قضية إن ناس فهموا من كلام الأستاذ سيد قطب أنه يكفر، فأنا أحيلهم إلى كلام الأستاذ سيد نفسه، وأن يضعوا هذا إلى جانب ذلك، وعليهم أن يراجعوا يعني أنفسهم. أما الأستاذ سيد فبيقين صرح لأكثر ما صرح للأستاذ عمر التلمساني، وكان الأستاذ عمر التلمساني في هذا الوقت معه 2 من كبار إخوان مكتب إرشاد، وصرح بذلك للأستاذ مأمون الهضيبي، بل قال له أبلغ الأستاذ حسن الهضيبي وقتها كان الأستاذ، وهو كان هذا آخر كلمات قالها الأستاذ سيد قطب قبل أن ينفذ فيه حكم الاستشهاد. قابل الأستاذ مأمون الهضيبي، وأنا سمعت هذا من الأستاذ مأمون نفسه، إنه لما طلب منه العسكري اللي كان بيستدين إنه يأتي معه، فالأستاذ سيد سأله هل آخذ الأدوية معايا؟ فالعسكري قال له لا داعي لأخذ، لن تحتاج هذه الأدوية. فعلم الأستاذ سيد إن ده وقت التنفيذ، وهو بيمر في طريقي كان الأستاذ مأمون كما حكى لي الأستاذ مأمون هذا، قال له أبلغ الأستاذ حسن الهضيبي اللي هو الأستاذ مأمون والمرشد العام للإخوان المسلمين أن سيد قطب عاش أخا من الإخوان المسلمين ويذهب الآن أخا من الإخوان المسلمين، وأنه لا يكفر أحد. حين اتهم بهذه الاتهامات، للعلم هذه الاتهامات جاءت متأخرة، يعني لما كان في قلب جماعة الإخوان المسلمين وتبوأ الأماكن ذات تأثير على الشباب، ما كانت هذه القضية مطلقا مثارة. بالفعل نص سيد قطب لم يقل بتكفير
عامة المسلمين ولم يقل بتكفير المجتمع. والدليل على ذلك يعني أن الأستاذ سيد قطب لم يكفر أحدا من المسلمين. أنا هذكر بعض المواقف. الموقف الأول حينما يعني ذكر لحمزة الروبي هذه المقولة مثلا إن إصبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة تأبى أن تكتب كلمة تأييد لطاغية، لم يقل لكافر. سيد قطب لم يكن بالتكفير وكتبه موجودة، وسيد قطب لم يكفر أحدا. ثالثا وسيد قطب كان من الإخوان. الأمر الثاني في التحقيقات، القاضي يسأله هل تكفر الذين هم خارج جماعة الإخوان المسلمين؟ يعني تكفر بقية المسلمين؟ قال له لا. قال له امال ايه؟ قال له الفرق بينهم في نظري أن الإخوان في جماعة المسلمين لهم برنامج معين، والمسلمين في خارج جماعة الإخوان المسلمين ليس لهم برنامج. هذا هو الفرق الوحيد. اللي يقرأ كلام الأستاذ سيد وحاطط في ذهنه إن هو بيكفر الناس، هقول لك لا ده بيكفرهم، لأن كلماته صارخة وصادمة وقوية جدا. هو حاطط في ذهنه إنه بيكفرهم، فلما يقرأ أيام أن كان المسلمون مسلمون يقول لك ما هو بيقول إن المسلمين دلوقتي مش مسلمين كده على طول بمنتهى البساطة. لما يقول لك لقد غربت شمس الأمة الإسلامية منذ قرون، يقول لك ما هو شمس الأمة الإسلامية أو شمس المسلمين غربت من قرون، يبقى اللي موجودين دول كفار. هو ما قصد هذا، هو قصد صحيهم. زي ما أنا أزغدك وأقول لك اصحى، الزغدة دي تبقى ضرب ولا رغبة في الإيقاظ؟ رغبة في الإيقاظ، هي دي كده. سيد قطب قدم أفكارا فيها قدر من الغلو، قدر من التشدد، لكن ليست بها أو في هذه الأفكار قضية التكفير. لم يصدر حكما على أحد بأن يستحل دمه، وهذا أمر بقى يعني عندما نأتي لعلاقة فكره بالجماعات المسلحة علينا أن نضع في اعتبارنا الآتي: أنه لم يقل باستحلال دم الحاكم، لم يقل بالخروج المسلح على الحاكم، ما قالش كلمة الكفر كقضية فقهية يحكم بها على حد. فاللي مش فاهم قضايا الكفر والإيمان، إن في كفر دون كفر، وإن في كفر النوع وكفر العين، والكفر متى يطلق ومن الذي يملك إطلاقه، ما كانش في قضية تكفير، ما حصلش الكلام ده. سيد قطب ما كفرش حد. بسيد قطب بدونه ظهر تيار التكفير، والدليل على ذلك هو شيء مهم جدا. البعض يقول أن تيار التكفير والجماعات المسلحة تستند إلى سيد قطب. الحقيقة أنها استندت لسيد قطب عدة سنوات، يعني لم تجد نصا يساعدها على موقفها التكفيري وموقفها العسكري أو المسلح إلا كتابات سيد قطب، ثم عادت إلى كتابات ابن تيمية، ثم عادت إلى كتابات أخرى. ومع الوقت الملاحظ خلال السبعينات بدأت تكتب أوراقها، وفي أوراقها وفي كثير من أوراقها لا توجد استشهادات من سيد قطب. ثم بعد ذلك في الثمانينات وما بعدها عندما تشكل تيار جهادي مسلح، هذا التيار الجهادي المسلح الآن لا يستشهد بسيد قطب. وما كان سيد قطب في يوم من الأيام يكفر أحدا أو يكفر حتى مجتمعا. هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة. الأمر الآخر أنه هذا التفسير أي تيار التكفير ليس وليد فقط سجون عبد الناصر، وليس وليد فقط التعذيب في سجون عبد الناصر، لكنه تلقى دعما هائلا من هزيمة 67. لماذا يهزم الجيش المصري هذه الهزيمة المفجعة؟ لأنه ابتعد عن الله. هذا هو التفسير ليس فقط المنطقي بل ربما التاريخي أيضا والاجتماعي، لأنه أي مجتمع يخرج عن هويته كيف يدافع عن نفسه؟ التقيت بالأستاذ عبد الحليم خفاجي ذات مرة سنة 2003 في السودان، والأستاذ عبد الحليم خفاجي له كتاب عن الإخوان في المعتقلات بعنوان عندما غابت الشمس، فاستعرض فيه هذا الموضوع، موضوع التكفير الذي أشيع على بعض ألسنة الشباب من شدة التكفير في هذا الوقت. فأخبرني قائلا
قال لي لما انتشرت ظاهرة التكفير حاولنا ان احنا نستوثق هل فعلا الأستاذ سيد قطب صاحب هذا الفكر أم لا، فأرسلنا له أخا اسمه الأخ إبراهيم الطناني. كان الأخ ده ذاهب للمستشفى في ترى، وكان الأستاذ سيد قطب في مستشفى السجن، فالتقى به وسأله وأخبره عن فكر هؤلاء الشباب. فقال له الأستاذ سيد قطب إيه؟ قال له لقد فهموني خطأ. كان قطب يرى أن الحالة التي يعيشها المجتمع المصري آنذاك حالة جاهلية ظهرت في جميع مناحي المجتمع، فقد كان المجتمع يعيش واقعا ساقطا أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا، وكانت كثير من المحرمات التي حرمها الإسلام مسموحا بها آنذاك، وهو ما دعا قطب للمقارنة بين الجاهلية الأولى والجاهلية التي وصل إليها المسلمون في ذلك العصر. المجتمع المصري في هذه الفترة غير المجتمع المصري في فترة حسن البنا، وهناك اختلاف مهم. المجتمع المصري في فترة ظهور حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين لا نستطيع أن نقول أنه كان مجتمع إسلامي مثالي، لم يحدث هذا، لكنه إسلاميته الفطرية كانت موجودة، وتداخل عليها بعض المفاهيم أو الغيبيات أو الممارسات غير الإسلامية أو ما شابه. وأيضا كان النظام الإسلامي سقط بسقوط الخلافة. هذه النصوص إذا تبعناها، وهو يؤكد دائما لأنه لا يحتكم للشريعة الإسلامية فهو مجتمع في حالة الجاهلية، معنى ذلك أنه قصد أن حال المجتمع هو حال جاهلي إذا كان القانون الحاكم له قانون وضعي مستورد من الغرب أو من أي عقل بشري وليس حكم الشريعة الإسلامية. يكون الإسلام في واد وعمل الناس في واد آخر. أما أن يكونوا يعني في جاهلية يقصد بها الكفر، فهذا الأمر لم يقل به سيد قطب رحمه الله مطلقا. كلمة جاهلية دي تعتبر جاهلية الحكم ولا تخرج من الملة. حاكم بيحكم بغير ما أنزل الله، ما اقدرش على الحتة دي أحكم بتفكيره. حين يتكلم عن الجاهلية يصف مجتمعا فيه صفات جاهلية لا يستطيع أحد أن ينكرها مطلقا. المجتمع الجاهلي الأول كان يفشو فيه الزنا، يفشو فيه الربا، يفشو فيه إذا سرق الغني تركوه، وإذا سرق الفقير أقاموا عليه الحد. هذه مظاهر المجتمع الجاهلي، وهذا ما يرمن إليه الأستاذ سيد قطب ويقصده عليه رحمة الله، أنه حينما وصف المجتمع في بعض الأحيان بالجاهلية لم يقصد الجاهلية هنا بمعنى الكفر، وإنما كان يقصد أن المجتمع ابتعد عن الإسلام ويعمل أعمال كانت تفعل من قبل في الجاهلية. وهذا وصف لحالة المجتمع ليس حكما فقهيا على المجتمع ككل. الرجل قال إن هذا المجتمع الذي نعيشه جاهلية تصور، كل ما فيه من ثقافة هي ثقافة الجاهلية، تقاليد الجاهلية، أنظمة الجاهلية، أنماط الجاهلية، فن الجاهلية. نعم هو جاهلية كما كتب أخوه من قبل كتابه المشهور جاهلية القرن العشرين. تعال نتفق، هو القرآن استعمل لفظ الجاهلية ولا ده اختراع سيد قطب؟ لفظ الجاهلية ورد في القرآن في آيات كثيرة. على سبيل المثال في قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها وأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهل الإنسان حينما يحمل الأمانة يكون ظلوما جهولا، أم حينما يترك هذه الأمانة؟ فلفظ الجاهلية ورد في القرآن الكريم ولم يرد به أمر الكفر.
هذه الجاهلية لم يكن مطروحا فيها معنى التكفير بالمعنى المباشر، كان يفرق بين المجتمع والدولة والنظام. جاهلية السلوك، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. لكن في مجتمع 65 ما كنت ترى في الإسكندرية امرأة محجبة مطلقا، وكانت الأخت، وطبعا ما كانش في حاجة اسمها الأخت، وكانت المرأة التي ترتدي شرب على رأسها ودنها بين وعنقها ظاهر وفستانها تحت الركبة بشيء بسيط وتلبس شراب سميك، كان الناس يقولوا بسم الله ما شاء الله أخت ملتزمة. ده جاهلية أولى. لما تعري النساء في الشوارع جاهلية أولى، ده مصطلح من إنتاج سيد قطب. وكنا نجد صعوبة كبيرة جدا في إن احنا نجد شباب في مثل سننا يرتادون المساجد، لأن كان ارتياد المسجد نفسه هذا في حد ذاته تهمة. فكنا محتارين، يبقى ده مجتمع مسلم ازاي؟ طب المقابل مجتمع كافر؟ لا، ده مجتمع بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وعنده مساجد وفي اقامه صلوات بتقام وبيعملوا احتفالات برمضان واحتفالات بالحج والناس بتسافر تحج، يبقى ازاي يقول عليه كافر؟ فكنا في حيره الحقيقه، لا قادرين نقول عليه مجتمع مسلم ولا قادرين نقول عليه ايه؟ كافر. مجتمع كافر. لغايه ما ظهرت كلمه جاهليه دي انقذتنا من الحاله التردي ديت. لقد تميزت كتابات سيد قطب بمميزات كبيرة جعلتها منفردة في أسلوبها من بين الكتابات المعاصرة، وجعلتها فكرة مشرقة تعبر عن عاطفة جياشة تملأ صاحبها سعة في الثقافة والاطلاع والبعد في النظر، مما جعل كتاباته تتناول الإسلام كعقيدة استعلاء على الباطل. من أخص خصائصها أنها تبعث في روح المؤمن إحساس العزة من غير كبر، وروح الثقة من غير غرور، وتسمو بالاطمئنان من غير تواكل. كان واسع الرؤية، وكان عميق الفهم وثري اللغة، والثراء في اللغة وفي النظر لا يمكن أن يمتلكه إلا أديب متمكن. هو كان صاحب تأثير، هو صاحب جملة مؤثرة. سيد قطب ده مدرسة. الأستاذ سيد قطب من الأدباء المعدودين في القرن العشرين. هو ككاتب ومفكر كتبه ما زالت تبيع بشكل ملحوظ، ليس داخل مصر فقط بل في كل الدول العربية والإسلامية وبالعديد من اللغات. كان كتاب ظلال القرآن يطبع في بيروت ويطبع في خارج مصر قبل أن يصرح له بالطباعة في مصر بعد ذلك. هو انتشر انتشارا كبيرا نظرا لأنه قدم نصا فكريا وأدبيا يجذب الناس. رحل الشهيد سيد قطب، وستظل كلماته التي سجلها له التاريخ نبراس نور يضيء للأحرار طريقهم. إن كلماتنا ستظل عرائس من الشمع لا روح فيها ولا حياة، حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة. مجرم قالوا لأني أرفض الذل الكبير، أرفض العيش بصمت ضمه القهر المرير. فليقولوا ما يقولوا، أنت من أرجو رضاه، أنت من تعلم أني لك أرخصت الحياة. فليقولوا لك أرخصت
شجار العزة والانتصار. إن يسرقوك من تاريخنا لن ينزعوك من صدورنا. إن يسرقوك من تاريخنا لن ينزعوك من صدورنا. يا شهيد يا شهيد